السلام عليكم. معكم عبد الواحد الكرمي، رئيس الجمعية المغربية المهنية للنقل الأشغال العمومية بالدار البيضاء، وأب من أولياء تلاميذ منطقة مولاي رشيد. بهذه المناسبة كنشكروا السيد رئيس الجامعة السي عباس معروف على المجهودات الجبارة اللي كيدير منطقة مولاي رشيد والتنقلات ديالو من المدرسة للمدرسة لتوعية أولياء وآباء التلاميذ ديال منطقة مولاي رشيد، لأن هذا المشكل إن شاء الله تعالى راه ما غاديش يطول، وراه هناك كاين حوارات لفك هذا المشكل هذا. وكذلك كنطالبوا من الحكومة المغربية باش تسرع من فك هذا المشكل اللي هو حديث الساعة. وكنتمنى والله تعالى ان شاء الله تعالى يعجلوا بهذا الشيء، يعجلوا به، حيت ماشي بصالح الوليدات اللي كيضيعوا دابا راه مده 3 شهور. دابا الوليدات غاديين جايين في الزناقي، شكون اللي ضايع؟ الوليدات اللي ضايعين. ولا حبذا هاد الاساتذه راه تا هما قال لك كاد المعلم ان يكون رسولا. الانسان تا هما ما نضيعوهمش، تا هما باغي العيش كريم. راه استاذ، ملي كنقولوا استاذ راه كنقولوا شي حاجه اللي كتشرف المغرب. وهذا الاستاذ اللي تهلينا فيه راه غادي يعطينا طاقات للبلاد اللي غتكون ان شاء الله هي الطاقات المستقبليه اللي غتسير الادارات وتسير المديريات والوزارات. ما خاصهاش تضيع هاد الوليدات. راه هذا المشكل اللي بغى يتفك في دقيقه وحده يبركوا ويفكوا هذا المشكل، ولا غالب ولا مغلوب. نحيدوا نصغروا شويه راسنا ونفكوا هذه المشاكل. راه ماشي شي مشكل هذا اللي كبير كاع بزاف، راه يمكن جرة قلم يتفك دابا في هذه الليله هذه، في دابا يتفك. ولكن ما نقولوش راه الاساتذه غلبوا على الحكومه ولا الحكومه غلبت على الاساتذه. الا بقينا بحال هكذا راه ما غنفكوش هذا المشكل الى اجل مسمى. كنديروا شويه تنازلات ونفكوا هذا المشكل. الا كانت هذه الحكومه عندها غيره على وليدات ديال الشعب راه غتفك هذا المشكل في دقيقه، وكون على يقين الشعب راه معاها ملي غتفك المشكل، ماشي ضدها. الشعب راه معاه. انا ملي غيتفك المشكل ديال ولدي غادي يولي يقرا، راه غنقول راه البادره راه جات من عند الحكومه ماشي جات من عند الاساتذه. وتا هما ما نضيعوش في الحقوق ديالهم، حيت الا وفرت ليه الارضيه وناشط راه غيعطي لولدي، غيعطيه طاقات وغيعطي داكشي كامل اللي عنده باش الوليد يطلع عامر كيفاش كنقولوا، ما يطلعش خاوي. وكنتمنى والله تعالى من هذا المنبر تكون اذان صاغيه اللي عاد تسمع اقتراحات ديالنا وتفك هذا المشكل هذا، حيت ما بقاش بزاف. دابا 3 شهور الوليدات حشومه وعيب. حنا كفاعلين جمعويين ديال منطقه مولاي رشيد راه حنا نهار كامل وحنا كنتخبطوا مع اولياء واباء التلاميذ باش نصبروهم وننصحوا لهم. ولو حنا راه وليداتنا ضايعين، ولو كيقراو في الخصوصي راه ضايعين. علاش؟ راه عندهم امتحانات اشهاديه، شكون اللي غيصحح عليهم؟ فين غيدوزوا الامتحانات ديالهم؟ يلا كي غادي دير دابا الوليد اللي عنده امتحانات اشهاديه، كيفاش غدير؟ تبدا مع البروغرام. وانت دابا العطل مبرمجه، كاين البرنامج السنوي ديال العطل، كيفاش غدير ليه؟ واش غتحبس عطله وتكمل القرايه؟ اش غيدير؟ وكنطالبوا من هذا المنبر الله يجازيكم بخير الحكومه المغربيه تفك هذا المشكل، وراه غيرجع لها الفضل. هي راه الفضل غيرجع ليها، هي اللي دارت الحل. المواطن على الاستجواب ديالها وسعه الصدر ديالها، وعلى اللقاء اللي دارت معنا هنا والسيد عباس معروف رئيس الجامعه. ومن هذا المنبر كنشكروه مره اخرى، وكذلك رؤساء جمعيات اولياء التلاميذ لمنطقه مولاي رشيد على المجهودات ديالهم، وراه باغي يخلصوا مع الله سبحانه وتعالى. وشكرا للجميع.